السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احسن ناس في الدنيا. يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. طبعا انا عايز اقول لكم ان انا كنت رابطها من شويه عشان تطلع وما كانتش عايز تطلع معايا. وبصراحه انتوا عارفين انا متضايقه من اخر موقف، وبجد حقي ان انا اتضايق. دي من ساعه الفيديو اللي فات اصلا وهي متضايقه ومش طايقاني اصلا. بس انا زي ما انا وعدتكم قلت لكم انا مش هتكلم ولا اقول اي حاجه غير لما اللي في دماغي يحصل او اللي انا ماشي فيه يتم. وفعلا الحمد لله الحمد لله اللي في دماغي حصل، وهي لغايه دلوقتي يعني طول ما هي قاعده معايا في الفيديو هي ما تعرفش فيه ايه. انا مش عارفه جايلي ولا هو انا هقول لك ايه السبب، وهتعرفي ان انت كنتي غلطانه وظلماني بتاع، مش فاهمه في ايه. صلى على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلى. عليه الصلاه والسلام. هي دلوقتي والله يعني بجد هي ما تعرفش ايه اللي انا هقوله او ايه اللي حصل اصلا. طب هي انا عايزه اعرف لو سمحت. عايزه اعرف. هو كل اللي حصل ان المره اللي فاتت احنا نزلنا كنا بنشوف الستاير وبنشوف الحاجات اللي هتتجاب، اللي هي الحاجات اللي نقدر نجيبها او اللي هي كانت عايزه تجيبها وما جبتهاش. وبعد ما هي انا هقول لكم اللي حصل. يعني بعد ما هي نزلت ونقت الحاجات اللي عايزه تجيبها ودخلت المحلات اللي هي هتشتري منها، انا جيت في الاخر وقلت لها انا مش هشتري حاجه ومش هخليكي تجيبي حاجه دلوقتي. وطبعا هي يعني استغربت ان انا بعد ما نزلت وفي الاخر اقول لها مش هنشتري، فهي والله هي كانت استغرب. مستغربه. بس انا اللي كان في دماغي حاجه تانية وما كانش ينفع ان انا اقولها غير لما تتم، عشان حاجتين: عشان الموضوع يتم تمام، وفي نفس الوقت عشان يعني اعمل لها مفاجاه لان هي بتحب المفاجآت. ايوه انا بحب المفاجآت، بس انت ضايقتني. وبعدين لغايه دلوقتي مش عارفه ايه يعني ايه المفاجاه. ما ممكن تبقى انت شايفها مفاجاه، بس ما بالنسبه لي على حاجه عاديه. بصوا يا جماعه، هل ينفع ان حد ينزل يشتري حاجه ما تليقش على الشقه بتاعته او ما تمشيش على الشقه لا بتاعته؟ يا ابني، ما احنا رحنا واخدنا المقاسات وظبطنا كل الدنيا، والراجل جه معانا بتاع الستاير وقاس وظبطنا كل حاجه وخلاص. هو قايل لي يا جماعه، هو قايل لي اجيب قد ايه. يعني هو راح واخد المقاسات وقال لنا نجيب امتار قماش قد ايه وكل حاجه، احنا مظبطين كل حاجه. ايه بقى هو انا ما رحتش من دماغي، ما قلتلكش يلا بينا ورحنا. للي ما يعرفش يا جماعه برضو، الشقه اللي هي بتتكلم عليها دي، الشقه دي المفروض ان احنا كنا واخدينها ايجار وكنا طب ما هي دي هنبدا فيها حياتنا وواحده واحده زي ما اي حد بيبدا. بس ايه الجديد بقى اللي انا كنت ماشي فيه النهارده وانا حبيت ان انا اقول لكم عليه؟ ان انا جبت شقه تمليك. لا لا بجد حقيقي انا دفعت مقدم شقه تمليك. لا انا مش مصدقك. لا والله لا لا لا. انا انت انا بتقول مش عايز كده اقول لك عشان تطلع من الحوار. لا ايه ده؟ ورق ايه ده؟ ده العكس، عادي. وده اللي يثبت ان انا بتكلم واقوله صح. حقي بقى ولا مش حقي يا جماعه؟ حقي بقى ان انا ما مخليهاش تشتري الحاجات وفي الاخر ترجع ترجعها ولا لا؟ انت بتهزر صح؟ ما هو يا ستي ده ايه؟ بجد؟ والله ده ايه قدامك؟ طب دي انا شقه. الشقه اللي احنا كنا متفرجين عليها. بتهزر. لا والله مش احلف. بهزر. والله العظيم ده حصل. بالله عليك. والله ما طب ده- تبصنيش بقى، ما تحضنيش. خلاص خلاص. لا مش كفاية. هينفع اعمل كده عشان احنا مش كفاية يا كاتبين كده. جماعة. ما تبصيش بتهزر كده يا جماعه، ما بجد. تبصيش كده. استغفر الله. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء. ما تبص كوعي ارجوك ارجوك، ولا كتفي يا علاء ولا ودني كتير يا علاء كتير. بتتكلم جد يعني؟ أيوة الورقه ده. دي بجد انت مش مفبركها؟ والله ده طب عقد نروح الشقه. نشوف الشقه. ايه ده استني. طب ايه دي؟ طب ايه؟ عايز اروح اتاكد دلوقتي بنفسي. دلوقتي خلاص عايزه تقولي؟ ايوه اتاكد طب بنفسي. والحاجات اللي كنا هنجيبها؟ ما انت ما فاهم، ما انت ما تقوليش كده. ما هي يا جماعه انا بعمل لها مفاجاه، عايز افرحها. طب يا جماعه انا ما اعرفش. انتوا حطوا نفسكم مكاني. يعني هو اخدني وجرجرني ونزلني ولفينا ويلا يا جماعه نجيب. لا مش هجيب. انا اعرف منين ان انت هتعمل كده؟ ما انا ما كنتش لسه يا جماعه اديت المقدم للراجل. مش كان لازم ان انا احط المقدم وبعد كده ارجع اقول لها، ولا اقول لها بقى ان انا لسه هعمل وفي الاخر ما الموضوع ما يمشيش؟ طيب انت حط نفسك. ماشي انا معاك تمام في سبب، بس حط نفسك مكاني. انا ما كنتش عارف السبب يا جماعه. ايوه ماشي، بس انت نزلتي اتفرجتي على الحاجات اللي انت عايزاها. طيب الكلام ده ما عداش عليه يومين. ما هو الفكره يومين بقى بقى وننزلوا بقى نجيبوا اللي احنا الفكره ان عايزينه. انا لقيت الحاجات اللي عجباني والله حلوه واسعارها عجبتنا وشكلها حلو والالوان عجبتنا، فاللي هو خلاص بقى يعني الخطوه اللي بعديها ان احنا نشتريها. ان شاء الله هننزل نجيبها، وان شاء الله ده يومين بس يا جماعه. يعني ما لحقتش ان هي تطلع او تتباع. احلف هننزل نجيبها. والله هننزل نجيبها، بس. بس اهم حاجه بقى هنعيد المقاسات تاني. ماشي كلمي الراجل. هات التليفون. طب اهدي طب. هكلم الراجل بس عشان اقول له. طب نكلمه يا بعد جماعه كده. يا جماعه برضو اللي ما يعرفش الشقه اللي انا بتكلم عليها دي، احنا كنا متفرجين عليها هو بس الكلام ده من الشقه فتره. دي كانت عاجبانا جدا، وكانت بصراحه تقسيمتها حلوه وكنت مبسوطه بيها بصراحه انا ومصطفى. بس هو وقتها يعني ما كانش الراجل ما عايز كانتش الدنيا يأجرها احسن حاجه ولا كان الراجل- عايز ان هو يعني يصبر شويه. بالظبط. فبصراحه انا وقتها كنت متضايقه، ومصطفى قال لي ان شاء الله لو لينا نصيب فيها يعني ان شاء الله هناخدها يعني.
فالحمد لله يعني ان انا رجعت الحمد اتكلمت لله. مع الراجل تاني، والحمد لله اقنعته ان انت ما قلتليش انا ده، قلت كده اديله امتى؟ جزء من المقدم، وان شاء الله فتره واديله الجزء التاني ان شاء الله، وربنا يسهل الحال. طب يعني انت ما قلتليش الحوار ما انا ده. قلت لك اهو، انا حبيت بس افرح طب يلا الناس بس معايا. يلا نختم عشان نلحق حبيت نكمل. بس افرح الناس معايا. يلا عشان نكلم الراجل ونروح نشوف عشان ناخد معانا عمل ايه دي؟ طيب هتنزلي دلوقتي؟ ايوه ايه السرعه دي؟ يلا عشان نروح. ماشي يا جماعه، ادعوا لنا بقى ادعوا لنا دعوة حلوه من حلوة. القلب، ما وادعوا تنسوش لنا تعملوا ان لنا احنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، ووصلوا بقى الفيديو ده لاكتر عدد من اللايكات واكتر عدد من بإذن الكومنتات. خلونا بقى ان احنا نكبر وعيلتنا تكبر او كل الناس تشوف الفيديوهات بتاعتنا. ونستناكم بقى في فيديو جديد. المهم بس وخلاص ما تمام. تنسوش اللايك، تمام. وقولوا لي اهم حاجه بس رايكم في المفاجاه دي. يلا. استني طب بتكلم مع الناس. قولوا لي بس رايكم في المفاجاه دي، وادعوا لنا دعوه حلوه من القلب كده، وتحياتنا كل الناس اللي بتحبنا من تحية لأهل العراق عشان وتحيه للناس اللي بتحبنا طنط وبتتابعنا. زينب وما تنسوناش بقى. ومارينا معلش ما أنا ان هي قلت مارينا. لما بجد. طيب قلت مارينا. مش عايزين يلا. ننسى حد، الناس دي الناس دي بتحبنا حبايبنا يعني. اقسم طبعاً. بالله، احنا كل يوم بنتعلق بيكم اكتر وبنحبكم اكتر واكتر. طبعا طبعا. وان شاء الله نبقى عيله كبيره قوي كده، وتفضلوا معانا على طول. يلا بقى عشان هنسيبكم وننزل نروح نشوف الشقه عشان اصدق بعيني. شفتوا هو وراني بقت عاملة عقد إزاي؟ انا مصدقه، بس لازم اروح اشوف الشقه زي ما هي ولا طب بكره طيب؟ لا بكره النهارده. عشان هنشوفكم على خير. طيب. لا نشوفكم على خير في فيديو جاي. استنونا، توحشونا جدا جدا. باي باي.